أهلا بيكم في حلقة جديدة من سلسلة أفلام عمرك ما هتشوفها. النهاردة الحلقة السادسة في السلسلة ككل والتانية في سلسلة الأفلام العالمية. النهاردة عرض فيلم رعب وعليه فيلم رومانسي، فمش هرغي كتير ويلا بينا على الحلقة. أول فيلم معانا النهاردة هو فيلم بلايند بارجن، الصفقة العمياء. الفيلم ده برضو من أكتر الأفلام المفقودة اللي بيتم البحث عنها، وبرضه فقد في حريق مترو جولدن ماير سنة 1965. الفيلم من الأفلام الصامتة، هو خلص من سنة 1921 ولكن تم عرضه سنة 1922، وده بسبب إنه تمت إعادة كتابته أكتر من مرة بسبب اعتراض الرقابة عليه، وفي النهاية تم حذف مشاهد منه وتقليل مدته ل50 دقيقة فقط. القصة بتبدأ بروبرت اللي بسبب إحباطه من فشله ككاتب وصحة والدته المتدهورة بيدخل المسرح ويحاول ينشل واحد من المتفرجين اللي هو دكتور لامب. دكتور لامب هو عالم فيزياء شرير بيعيش في ضواحي نيويورك. دكتور لامب بياخد باله من محاولة روبرت لسرقته، وبيتظاهر إنه سمع، وبياخده معاه لبيته، وهناك بيسأله أكتر عن حياته، وبيعرف عن مرض والدة روبرت. وبيعرض دكتور لامب على روبرت صفقة، وهي إنه هيعمل العملية لوالدة روبرت على شرط إن روبرت يسلم نفسه لدكتور لامب بعد 8 أيام بالظبط، وده لإجراء تجربة عليه. بالرغم من عدم معرفة روبرت بطبيعة التجربة، بيقرر إنه يوافق لخوفه على أمه رغم شكه بإنه هيفقد بشريته نتيجة لهذه التجربة. على الأساس ده بيتنقل روبرت ووالدته للإقامة في قصر دكتور لامب، وبيتم إجراء العملية لوالدة روبرت، وبيفضل روبرت تحت مراقبة دكتور لامب وزوجة دكتور لامب وخادم أحدب. نفس الممثل اللي قام بدور دكتور لامب هو الممثل اللي قام بدور الخادم الأحدب. وبعدين روبرت بيعرف إن الخادم الأحدب ده هو نتاج أحد تجارب دكتور لامب الفاشلة. وعلشان دكتور لامب يحكم قبضته أكتر على روبرت بيديله فلوس، وبيطلب من صديقه صاحب دار النشر ويتشرلي إنه ينشر كتاب روبرت، وبينتج عن كده مقابلة روبرت الأنجيلا ابنة ويتشرلي، وبيحبها أمورة قوي الممثلة دي بالمناسبة. ومع مرور الأيام واقتراب موعد التجربة بيتم تحذير روبرت من قبل زوج الدكتور لامب وخادمه الأحدب إنه هيكون في خطر شديد بيهدد حياته لو قام بالتجربة دي. في فجر يوم من الأيام بياخدوه في مخزن تحت الأرض، وبيوروه معمل دكتور لامب اللي هو عبارة عن المخزن ده، وبيتفرع منه أنفاق كتيرة وأقفاص مليانة بكائنات نصف بشرية اللي هي نتاج تجارب دكتور لامب الفاشلة اللي قبل كده. ومن كتر الخوف والذعر بيترجى روبرت دكتور لامب إنه يحله من وعد ليه، بل وعرض عليه فلوس بعد نجاح نشر كتابه. في الوقت ده بيكون فاضل يوم واحد على ميعاد العملية. في الحقيقة هما مش محددين ليه لازم التجربة تتم في يوم معين. دكتور لامب بيخاف إن روبرت يسيبه ويهرب بعد كل التجهيزات اللي هو عملها دي، وعلشان يتأكد إن روبرت مش هيهرب دكتور لامب بيربط روبرت لتاني يوم في ترابيزة العمليات. لكن زوجة لامب بتكون تعبت من جنون جوزها وتصرفاته، وبمساعدة الخادم الأحدب بيفتحوا قفص أحد الكائنات اللي بيكون نصف بشري ونصف قرد. برضو اللي عامل دور الكائن ده هو نفس الممثل اللي عمل دور دكتور لامب. بيقوم الكائن النصف بشري بقتل دكتور لامب، وبالتالي بيتحرر روبرت من الصفقة اللي ما بينهم بعد ما أنقذ أمه من الموت وبقى كاتب ناجح وحبيبته أنجيلا في انتظاره. بس وده كان أول فيلم معانا النهاردة، يا رب يكون عجبكم. معانا النهاردة في الحلقة هو فيلم The Grand Larceny، بمعنى السرقة الكبرى. هو اللي نفس مخرج الفيلم اللي فات والاس وورثلي. هو برضه من الأفلام الصامتة المفقودة، وتم إنتاجه سنة 1922 ولكنه فيلم رومانسي درامي. جون أنكستون اللي اتجوز من الست رائعة الجمال المدللة كاسلين، بياخدها معاه من فيرجينيا وبيعيشوا في نيويورك المعروفة بحفلاتها والحياة الليلية للعشرينات الصاخبة. كاسلين كانت بتحب جوزها جدا،
لكن من وجهة نظرها حبها ده مش مبرر إنها تتضايق من نظرات الإعجاب والاهتمام اللي بتحاصرها بيها العيون لما بتدخل حفلة أو مناسبة من الستات ومن الرجال. في حفلة من الحفلات بتقابل المهندس باري اللي بيكون صديق لزوجها، وتباسطها معاه أكتر من اللازم بيساء تفسيره منه لدرجة إنه بيطلب مقابلتها في غياب جون، وبيحاول يحضرها رغم رفضها، لكن ده بيتصادف مع دخول جون. جون بيغضب جدا، بيرفض إنه يسمع أي تبرير منها، وبيقول لهم إنه هيطلق كاسلين علشان تتجوز باري. لكن بعد ما بيقول له جملة صغيرة كده، إن الست اللي تتسرق علشان حد مرة ببساطة تتسرق تاني وتالت، وفعلا بيحصل الطلاق. وحفاظا على الشكل الاجتماعي كاسلين بتتجوز باري رغم إن هي مش بتحبه وقلبها مع جو. وجواز كاسلين وباري بيكون سيء جدا. على عكس جون، باري مش بيثق في كاسلين وبيغير عليها غيرة عمياء، وبيحاصرها ودايما شاكك فيها. وفي ليلة من الليالي وكاسلين في حفلة بتسمع صوت أغنية كانت بتحبها هي وزوجها الأول جون، وتخرج تدور عليه وبتلاقيه قاعد في الجنينة. بتغربها مشاعرها، بتمد إيديها ناحيته. في اللحظة دي بيشوفها باري اللي بيكون خرج يدور عليها، وبتحصل خناقة بين جون وباري. وبعدها باري بيقول لجون إنه كان بيحب كاسلين فعلا، لكن كلمات جون عن كونها سهل تتسرق تاني وتالت أفقدت احترامه ليه. وبكده جون يبقى أخد منه أعز شيء عنده. في اللحظة دي كاسلين بتفوق لنفسها، وبتعرف قد إيه هي إنسانة غلطانة، وبتقول لهم إنها مش هتكون لحد فيهم، وإنها هتخرج للعالم وهتبطل تكون إنسانة مدللة، وإنها علشان تتمتع بحب عظيم لازم تكون تستحقه أصلا. وبتمشي. هنا بيندهها باري ويقول لها هترجعي لمين فينا؟ بترد وتقول له مين يعرف. بس وده كان تاني فيلم معانا النهاردة، يا رب يعجبك. وكده بتخلص سادس حلقة من حلقات سلسلة أفلام عمرك ما هتشوفها. يا رب تكون عجبتكم. يا ريت لو الحلقة عجبتكم لا تبخلوا عليا باللايك والشير والدعم. وباي باي.